ولا 1300 ولا كل الدنيا من المكتبة المربعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الموسم الثالث من برنامجنا معجزين كده وكده. حلقة النهاردة لصحاب جمعتهم السنين بس قررنا نفرقهم ونخسرهم بعض. أول ضيفة في حلقة النهاردة شاطرة ودايما بتجري ورا جريد 1 لكن أكبر رادار نميمة في الكوكب، فاطمة صلاح. ضيفتنا التانية متقلبة المزاج وغامضة أكتر من كونان، شوية بتضحك وكتير متضايقة بس جدعة مع صحابها، هدير أدري. ودلوقتي مع ضيفة تالتة بتتصور كتير قوي وبتحب التفاصيل والضحكة الحلوة، بس ما نقدرش ننكر إنها أكبر قماصة، نورهان نصر. ضيفتنا الأخيرة جت غلط في الشلة وفي الحلقة عشان هي عاقلة وهادية وحقانية. معانا ومعاكم أماني سيد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ها، اسم الفريق ايه؟ ايه؟ انتوا عطلتوا حالهم؟ اسم الفريق بيضحك ولا ايه؟ رقم 5 بيضحكك؟ بيضحكك رقم 5. كيميكا. تمام. واسم الفريق هنا؟ عفاريت الاسفلت، ما تجيبش سيرتهم ده بيحضروا عفاريت الاسفلت. اوكي تمام. هنبدأ الجولة الأولى وأول لعبة معانا من سيربح المياو. اللعبة دي الكسبان فيها مش بعدد الكروت لكن بعدد المبلغ المكتوب فوق كل كارت. يعني مثلا انتوا ممكن تجمعوا 3 كروت وهم يجمعوا كارتين بس مكتوب عندكم من فوق 200,000 50,000، فبقى إجمالي الرقم هنا أعلى من هنا، فبالتالي بقى ده الفريق الكسبان. ايه ده؟ تمام؟ يلا نبدأ مع من سيربح المياو. كل فريق ليه 5 كروت المفروض يجاوبهم في دقيقة. ايه هو البغل؟ أنثى الحمار ولا الحمار بعد البلوغ ولا ابن الحمار والحصان؟ الحمار بعد البلوغ. غلط. طيب ثواني. انا امي الله يرحمها كانت بتقول يا بغل دايما. يلا، في جعفر العمدة سوريا رفعت شبشبها على مين؟ كريم فتح الله ولا شوقي فتح الله ولا دلال؟ برافو. طيب أعلى قمة جبل في مصر؟ جبل سانت كاترين، موسى، علبة؟ سانت كاترين. برافو. طيب طلعت زكريا كان بيلعب مع جدته ايه في فيلم حريم كريم؟ كوتشينه، طاوله، دومنا. طلعت زكريا كان بيلعب ايه مع جدته في فيلم حريم كريم؟ طاولة. برافو، كده بقى لكم كارت. ايه الحيوان اللي قلبه في دماغه؟ البورس، الجمبري، الثعبان؟ مش اسماء قريب. الله وانا مالي يا لان. لا الثعبان بجد. الجمبري. برافو. التايم ايه؟ تمام بس هم خسروا كارت فهم كده تمام. يلا نبدأ التايم من الأول. طيب يلا أكمل الناقص، ولا 1 ولا 100 ولا نقط ولا 1300 ولا كل الدنيا برافو. ايه الأغنية اللي كانت بترقص عليها دينا الشربينة في كامل العدد؟ مخصمك مسيطرة وسطرانة؟ مخصمة وابعد عننا مش هي تمام. غلط. مسيطرة. اسم المطعم اللي فتحوه في اخر فيلم حب البنات، المطعم اللي فتحوه في فيلم حب البنات، طبق الندى ولا الندى ولا حب البنات؟ الصديق، الجار. طبعا الندى. غلط، الندى. طيب ايه اسماء الاثنين اللي كسبوا جايزة باور فاميلي في فيلم علاء وعلاء؟ عفت وعلاء ولا ميرفت وعلاء ولا ميرفت وبهاء؟ ميرفت وعلاء. ميرفت وعلاء. برافو. ايه الاسم العلمي لمجموعة قطط؟ سرب ولا قطيع ولا مجموعة؟ لا ده القطيع ده الخرفان. برافو. تمام يلا نحسب البوينتس. على الله فعلا. ايش تقصد بكلام ده؟ نحسب المبلغ، اجمالي المبلغ. لو النبي كده اجمالي المبلغ كام؟ 100. 150. اراجع وراكم. فيها محمد منير وانت بتعد مش هتعد صح. عد عادي واديني. اوكي 250 تمام. 550 فعلا.
250. كده الجولة الأولى انتهت بتقدم الفريق هنا 1-0. طيب اللعبة التانية معانا أتوبيس كومبليت. نبدأ المسابقة الفنية. طبعا عارفينها. هختار حروف معينة. لا ما هو شخص واحد يكتب، ساعدوا بعض. جاهزين؟ أول حرف معانا حرف القاف، المطلوب فيه نكتب حيوان، بلد، محدش يبدأ غير لما أقول، وأكلة وجماد. الستوب واتش 40 ثانية للأربعة دول. 3 2 1. اللي يخلص يعمل بالبطة. كاف. بطة. كاف. اعملي بالبطه، اعملي بالبطه. نعمل كده. برافو. نسيب الحيوان. قرد. تمام. البلد هنا، الاكله والقاس، والجماد اف. برافو، حييهم. طيب الحرف الثاني معانا حرف الشين. هنكتب فيه ولد وجماد وحيوان ومشهور. جماد، حيوان، مشهور، شخص مشهور. ولد وجماد وحيوان ومشهور. اللي يخلص يعمل بالبطه. ولد وجماد وحيوان مشهور. سرعي يا حبيبتي، ده بتكتب في ولد. ما انت عارف مين اللي قتله؟ والله ما انا يا استاذ. بالبطه. ايه قولوا. كرس، شوكه، شبل، شهيره. حيوهم. كده هنا نقطتين قصاد 0. طيب الحرف الثالث والاخير هو حرف الغين، وهنكتب منه جماد وبنت وحيوان وبلد. جماد، بنت، حيوان، بلد. ابدأي. حرف ايه؟ غين. برافو. ها. غصن، جماد، بنت غدير، حيوان غوريلا، بلد غينيا. برافو، حيو. كده انتهت الجولة الثانية 2-2. تمام؟ بالتعادل. الجولة الثالثة هي الحاسمة. آخر لعبة معانا النهاردة هي دراما في جملة. المطلوب هو هنا مكتوب في كام سطر شرح الفيلم أو مسلسل. المفروض انكم بسرعة جدا تخمنوا ايه اسم المسلسل أو الفيلم. تمام؟ كل فريق ليه 6 كروت انا هقولهم. خلاص؟ الستوب واتش دقيقة في 6. ابدا يا امنيه، ابدا امنيه. انا دلوقتي مكتوب هنا عندي اختصارة فيلم او مسلسل، المفروض تخمنوا بسرعه الفيلم ده او المسلسل ده. نبدا بمين؟ تمام. اوكي. دكتور بيطري مش عارف يقرب من اللي بيحبها، فبيطلع له عفريت يساعده يحول شخصيات. دكتور ايه؟ بيطري مش عارف يقرب من اللي بيحبها، بيطلع له عفريت يساعده بيحوله لكذا شخصيه. تمام. فيلم او مسلسل. تمام. شاب مهووس بنيلي كريم وباباه بيلخبط له بيخطب له بالغلط، فبيضطر يكتب احلام فتطايش. برافو. اخين في اسكندريه بيعملوا عمليات نصب، عندهم اخت خطيبها كل شويه بيعمل لها اغنيه. بس اخين ده مسلسل في اسكندريه بيعملوا عمليات نصب وعندهم اخت خطيبها كل شويه بيعمل لها اغنيه اتشهرت موت. اوكي كده في كام كلام. ماشي. ست كانت مبطله مخدرات ورجعت لها، وده اللي خلى علاقتها بجوزها تتوتر. تحت السيطره. برافو. كوافيره بتعمل عصابه مع جارها الهكر، وناس ثانيه بيتنكروا بيعملوا عمليات. 80 باكو. لا المسلسل كوافيره بتعمل عصابه مع جارها الهكر. 100 وش. برافو. باقي كام؟ ثلاث اخوات سمير وشهير وبهير. غلط. ما انا التايم خلص. 3 بس. كده هتاخدوا نقطة من أصل نقطتين. بس قلتيها بعد النايت. يلا. مرشد سياحي بيسرق صفارة الملك توت عنخ آمون اللي بتخليه يرجع بالزمن 3 دقايق. مسلسل ايه؟ اللي بعده. الثاني هو كان بتاع محمد عادل امام. اللي بعده شيف ساكن قدام اخته بيكتشف ان عنده بنت من مراته اللي ماتت من زمان. مسلسل. عندي احنا ناقصين فيها دي.
شاب عيلة باباه عايزينه يشتغل حرامي فبيروح لمامته يجوزها بيبعته يطبخ في الصين. اسمه ايه؟ دول الصوت العظيم. تمام. بنت بتشتغل كوافيره والظروف بتجبرها ساعه خطيبها يجمع 80,000 جنيه. ثلاث اخوات من نفس الاب بيرجعوا في زمن بالغلط. سمير وشهير وبهير. كده ثلاثه. ست بتقرر هي وجوزها انها تسافر امريكا مع الشغل وتولد هناك. والله مشاكل بتاع الزراعه ده اسمه ايه؟ اسمه منى زكي. بتاع منى زكي فعلا. اسمه بقى اسمه ايه؟ دكتور تجميل بيتجوز واحده بتعمل منتجات تجميل طبيعيه وعندها 4 عيال وهو عنده 3. مسلسل دكتور ايه؟ تجميل بيتجوز واحده بتعمل منتجات هو عنده 4 عيال وهو عنده 3. فيلم مسلسل ايه ده بسرعه؟ انا مش طيب كمل العدد بس. طيب كده انتهت الجولة الأخيرة. انتوا كده متعادلين؟ لا يبقى سؤال سرعة. طيب اللي يعرف لا والله سهل ده، يدوس على البطة اللي يعرف إجابة ده. يلا. فيلم دكتور بيتكلم عن مراحل الحب ال7 من خلال قصص مختلفة. ايوه اللي قال الأول. تمام. بتخوفيني يعني ولا ايه؟ لا ولا خوفك ولا ما خوفكيش، بس انا اصلا مجنونه. اوكي يبقى كده النقطة اتحسبت هنا وانتهت الحلقة بفوز فريق عفاريت الاسفلت اللي بيتكبر. ايوه. يلا باي باي، شكرا.